حاجة مهمة جدا اتعلمتها او اضطريت ان انا اتعلمها عشان اعرف اعيش حياتي طبيعي جدا، هو خصوصا في موضوع الفقدان. لما تفقد فلوس او تخسر صحاب او تخسر حد عزيز عليك، طبعا كلنا طول ما احنا عايشين هنمر بتجارب زي كده كتير. لازم تتعامل بقى مع المواقف، يعني انت لازم تعيش حياتك على اساس ان انت يعني ما تتاثرش نفسيا يعني كده، عشان ده الموضوع الفقدان الشخص ده ابشعهم. يعني انت لما تفقد حد قريب من قلبك ده ابشع حاجه عامه، يعني بتطول مع الواحد قوي وصعب الواحد يتخلص منها. فانا الفيديو ده عشان اساعدك انك تتجاوز الفتره دي بسلام، يعني من غير ما يحصل لك يعني ازمه نفسيه جامده. حاجتين لازم تفكر فيهم. اول حاجه هو انك تفكر نفسك ان انت ما قصرتش، يعني انت عملت كل حاجه وما كانش ينفع تعمل اكتر من اللي انت عملته. اللي هو مثلا ان انا ما قصرتش وما خنتش وما كدبتش وما اذيتش. الحاجات دي كلها لما بتيجي وقت اللي انت تكون مصدوم بتفكر في الحاجات دي، بتطبطب على قلبك. يعني ببساطه حاول تنط لمرحله انك تتقبل وتعترف بالواقع في اسرع وقت، اللي هو ما تعلقش نفسك بحبال دايما. مالكش دعوه بقى مين قليل الاصل ومين قصر مع التاني وليه انا سبته وليه هو سابني. ايا كان بقى مين اللي قصر مع التاني ومين اللي طلع ندل ومين اللي ما طلعش، خلاص الموضوع انتهى. وخليك فاهم ان اي حد بيدخل حياتك بيكون درس ليك وبيكون عايز يوصل لك رساله. شطارتك انت انك تعرف ان الشخص ده اللي بيدخل حياتك عايز يوصل لك رساله من اي اتجاه بالظبط، ومش معنى ان العلاقه دي انتهت يبقى حياتك انتهت او الدنيا وقفت. كم مره كنت بتطلع من علاقه وكنت مفكر انت هتموت بعدها؟ ما تهمش نفسك.